السلام عليكم. كما وعدتكم دروك نكمل لكم التعديلات اللي بقاو في قانون الاجراءات الجزائيه بطريقه مبسطه باش تفهموا بلا ما تكرهوا. نبداو على بركه الله باول تعديل، وهو الغاء نظام مساعدين القضائيين. هذا النظام كان يعاون القضاة في بعض المهام بصح قرروا يقلعوه. ثانيا تعديل شروط الادعاء المدني، يعني زادوا شروط باش اللي يبغي يدعي يكون عنده سبب قانوني واضح. ثالثا تقليص عدد المحلفين في الجنايات، كانوا 4 ولاو 2 ما عدا في قضايا الإرهاب والمخدرات اللي بقاو كما هي. رابعا إنشاء هيئة خاصة بالمحجوزات. واش معناتها كاين هيئة جديدة غادي يديروها باش تتكلب بالمحجوزات، كما مثلا الشرطة كي تحجز سلعة ولا دراهم ولا أي حاجة خاصة بالجريمة ما تقعدش هكاك بلا نظام. هاد الهيئة غادي تكون مسؤولة باش تخزن كلش بطريقة منظمة ومحفوظة، وتتفادى الضياع ولا اللعب من تحت لتحت باش كي يوصل الوقت باش يردوا وين لازم يردوا المحجوزات الملاهم واللي قرروا شي يديروا بيها، تكون الأمور مفهومة ومنظمة. خامسا مراجعة مدة الإكراه البدني، غادي يراجعوا المدة اللي يتحبس فيها الواحد إذا ما خلصش الغرامة. سادسا مراجعة تقادم الدعوة العمومية، يعني غادي يعاودوا يشوفوا الوقت اللي تسقط فيه الدعوة باش يكون توازن بين الوقت والعدالة. سابعا تعديل الطعن بالنقد، معناه غاديين ينقصوا من الطعون اللي ما عندها حتى فايدة باش ما يتعطلوش الملفات. ثامن تعديل وهو تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، معناه أي واحد يتهموه يقدر يدير طعن في الحكم في المجلس القضائي. قبل ما كانش هذه نتاع على درجتين، كان كاين قضايا كما بعض الجنح والجنايات ما تقدرش تطعن فيها، يعني الحكم كان يولي نهائي مباشرة بعد المحكمة الابتدائية. تاسعا وهو تحقق التظلم عند النائب العام ضد مقرر الحفظ. كان من قبل كي وكيل الجمهورية يحفظ الشكوى، يعني ما يفتحش القضية، الضحية ما يقد يدير والو، تبقى القضية مبلعة. هاد التعديل عطى للضحية حق التظلم. إذا وكيل الجمهورية ما قرر ما يحلش القضية، الضحية يقد يروح عند النائب العام يقول له أنا ما نوافقش، باغي القضية تتحل وتحقق فيها. عاشرا تبسيط تنفيذ أوامر القبض. من قبل كان كيصدر حكم القاضي أمر بالقبض على واحد، كانت الإجراءات شوية معقدة وطول. دروك التعديل غادي يبسط الطريقة اللي طبقوا بها أمر القبض، يعني لا بوليس يقدروا يتحركوا أسرع والإجراءات الإدارية تولي خفيفة.